الشامي في ديو غنائي مع فنانة غامضة، والحمادات يراقبون بصمت. موج تدعم شيرين بيوتي، وجلال عمارة الوردة الأخيرة التي ستثير الجدل قريباً. المتابعون مصدومون بقصة شعر بنين ستارز الجديدة، والأخيرة تغلق التعليقات. أعزائي سيداتي سادتي، أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم في نشرة الدرامات الأقوى والأجمل والأمتع بلا منازع. رح نبدأ من عبد الرزاق يلي أعلن إعلان مثير للجدل، ويلي هو ديو غنائي بيجمعه مع فنانة محبوبة موهوبة معروفة ومشهورة، والحمادات عم يتحذروا بالتعليقات. مين ممكن تكون يا ترى؟ معقول تكون هديك الفنانة؟ ما تحكي ولا اسم لا الشامي ولا محمود. أما الغنية فاسمها وين يلي خطف حالي، والشامي كتب إنها رح تكون انطلاقة ما قبل الألبوم يلي رح يضم 8 أغاني، وطبعاً لمح على المفاجأة يلي هي البنت يلي حكينا لكم عنها من شوي. وناطرين الإبداعات يا عراب. موج يلي شابكين الفانزات مع جلال عمارة تدعم شيرين اخت جلال، والفانزات لازم يرتبوا لنا حياتنا. القصة انه موج نزلت هالصورة يلي حاطة فيها الاي باتشز تبع براند شيرين بيوتي، انه شوفوني كيف بدعم عيلة جوجو، وانا الكنة الداعمة يلي ما رح تلاقوا مثلها. طبعا الفانزات مبسوطين وطاير عقلهم، لانه بوادر النجاح بلشت تظهر على علاقة موج وجلال بهاللزقات، وهيك بيكونوا زوجوا شيرين وسيدرا وجلال على ذوقهم ورتبوا لهم حياتهم منيح. وحالياً البشرية صار فيها تنام بثبات ونبات. بنين ستارز تقص شعرها، والقصة ما عجبت المتابعين. القصة انه بنين غيرت ستايل شعرها وقصتها الغرة، وعملت ستايل البنت الفرنسية من الطبقة البرجوازية المخملية. عم نمزح طبعا. ستايل الجميلة بنين مأخوذ تحديدا من شخصية هولي بفيلم بريكفاست ات تيفانيز يلي بتأديها الفنانة أودري هيبرن، وبتكون بنت أمريكية أيقونة بعالم الموضة والأزياء، بس تائهة بعالم الحب. عموماً ستايل بنين ما عجب المتابعين، والانتقادات خلتها تسكر التعليقات، لأنه الناس كتبوا لها لك هاي القصة يلي بيعملها ليلة العيد وبندم عليها العمر كله، الغرة يلي كنا قاصينها بدون علم إمنا ونحن صغار، لك كل شي بجنن بس الكذلة لا. بالنهاية يا حلوين يا شطورين، كلنا منحب نغير قصة شعرنا ونحسن ونطور من مظهرنا الخارجي بشكل ما، مشان نحس إنه عنا سيطرة على شي بحياتنا، وخصوصي لما نمر بفترات صعبة. لهيك خلونا كلنا نتعلم نحكي كلام حلو وما ننتقد حدا بسبب شعره أو وزنه أو شكله.